من كام سنة كده في رمضان كنت عازمة عيلتي على الفطار، وفضلت واقفة طول اليوم في المطبخ بعمل الأكل. وبعدين طبعا بتبقى هدة. وطبعا لما يجوا تقعدوا تقدموا الأكل بيبقى يوم العزومة ده يوم صعب جدا على صاحبة البيت. وبعدين بعد ما اليوم ما خلص لقيت نفسي بقول أنا مش قادرة أصلي التراويح، مش قادرة. وفي فكرة جت في بالي خلتني مهما أكون تعبانة أصلي، مهما أكون تعبانة. إيه هي بقى الفكرة دي اللي أنا غيرتها وقلت لنفسي ساعتها إيه من كام سنة في رمضان، ومن ساعتها أنا عمري ما بفوت صلاة التراويح. قلت لنفسي يعني انت يا هاجر واقفة طول اليوم وتعبانة ورجلك فعلا وجعاكي وظهرك ومش قادرة، بس انت واقفة عشان الناس، يعني انت عشان برضو الحمد لله برضو في ميزان حسناتي وكل حاجة، ولكن برضو عشان الناس، يعني واقفة للناس. والوقفة الوحيدة اللي هتقفيها لنفسك هي صلاة التراويح، لاننا الصلاة اللي احنا بنعملها هي بتبقى لنفسنا مش بتبقى لحد تاني، فانا الحاجة اللي هعملها لنفسي في اليوم هي صلاة التراويح. فقلت بلاش، يعني هحاول اقلل مثلا من القرآن اللي انا بقرأه في الصلاة، ولكن هصلي التراويح. من ساعتها الحمد لله وبفضل الله من كل السنوات اللي بعدها في رمضان انا كل مرة بصلي التراويح. فانا بقول لكم المعنى ده عشان عايزة افكركم بحاجة كده ليها علاقة بليلة القدر. انا ما كنتش اعرف اصلا ده، ان ليلة القدر احنا فاكرين ان احنا اللي ليلة القدر ثوابها انا هتكلم عن نفسي ان انا كنت فاكرة كده ليلة القدر ثوابها كبير والدعاء فيها مستجاب، ومهم ان احنا نقيم الليل فانا كنت بعمل ده طول السنين اللي فاتت. ولكن في حاجة بقى ما كنتش أعرف قد إيه هي مفيدة ليا. عشان كده من جهلي كنت يعني بقعد في العشر الأواخر بعمل حاجات حلوة، بس مش بالقدر اللي لما عرفت وبقى عندي المعلومات دي بقيت هعمل إن شاء الله أكتر وأكتر وأكتر. فقلت يمكن يكون حد مش عارف، اللي عارف ماشي ما شاء الله عليه، واللي مش عارف زيي قلت أقول المعلومة يمكن تفرق مع حد زي ما فرقت معايا. دي حاجة هنعملها لنفسنا، يعني ليلة القدر دي اللي هيقيم فيها اللي هيتعب فيها وبيتعب لنفسه، التعب ده لنفسك. فتقول لنفسك كده، يعني لما تقل من نومك، لما ما تخرجش مثلا كتير، او لما ما تتفقش على حاجات كتير، او كل ده هيبقى لنفسك انت، مش ان انت مثلا جيت على نفسك، لا ده لنفسك. فاول حاجه العتق من النار. العتق من النار انا ماشي كنت عارفه ان احنا بنعتق من النار، بس مكنتش اعرف يعني ايه عتق من النار. العتق من النار بالمعنى اللي انا عرفته ده ان هو ان احنا بتكتب من اهل الجنه. يعني انت ولما بقى تكتب من اهل الجنه انت بقيت حياتك بتبقى عايش انت اصلا من اهل الجنه. فلما هتبقى انت عايش في الدنيا من اهل الجنه، فتخيل انت حياتك هتبقى عامله ازاي لما انت تبقى من اهل الجنه. قلبك، روحك، عقلك، افعالك هتبقى عامله ازاي؟ اكيد اكيد دي حاجه هتفرق فيك وفي نفسيتك لما انت تعتق من النار. الموضوع مش موضوع ان انا بس، يعني انا كنت فاكراها عتق من النار واخده الكلمه كده وخلاص، مش داخله في جوه عمق الكلمه، ان انا هعيش وانا عايشه في الدنيا وانا من اهل الجنه. اكيد ربنا هيحميني ويحفظني ويحفظ قلبي ويعني على حاجات كتير قوي لما انا ابقى عايشه بقيت عمري وانا من اهل الجنه. دي أول حاجة. تاني حاجة، يغفر له ما تقدم من ذنبه. ما تقدم من ذنبه يعني انت الذنوب اللي لسه هتعملها هتغفر ليك. فايه ده؟ يعني سبحان الله، هو في اكتر من كده؟ يعني لو حد قالك انت عندك امتحان وامتحان مهم جدا 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 جدا، وانت بقى قعدت هتقعد بقى ليلة الامتحان دي تعمل ايه؟ هتقعد تذاكر وتجتهد، ده طبيعي لو انت عايز تنجح. فربنا بيقول لنا العشر ايام دول فيهم ليلة مهمة جدا جدا عشان تعدي الامتحان. هي بقى هتعمل ايه؟ هتذاكر وتجتهد، ولا هتقول لا خلاص انا تمام؟ تالت حاجة، ان الليلة دي ليلة القدر تعادل 83 سنة عبادة. 83 سنة عبادة، كل الثواب ده ممكن تضيعه لو انت ضيعت العشرة الأواخر. فمحتاجين ان احنا نجتهد ونعين نفسنا على الطاعة، ونعين نفسنا ان احنا نعمل احسن ما عندنا في الايام دي، سواء صلاة، سواء صدقة، سواء عبادات مثلا احنا بنحب نعملها، اطعام الطعام، ابتسامة، حاجات حلوة كتير ممكن نعملها تعيننا وتقوينا وتقدرنا ان احنا نعدي الامتحان ونبقى من العتقاء في ليلة القدر بإذن الله.